لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1008 لوانا كان تفسير قرآني بيروز بيم وخزمتان ومبستي رضامندي رب العالمين وهوادان إيوي آزي ستودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. بلخوش وستان دفرمي جماري مانگا كان لاي الله تعالى 12 مانگا لكتابي الله تعالى لو روجي وكا آسمان كانوا زويد روز كديا لو 12 مانگا تار مانجي حرمة أشهر الحرمة كذلك الدين القيم أو دين راستو درست لاي الله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم دي لو مانگانا ظلم لنفس خوتان مكان بقناه تاوان وقتال لقل مشرك كان بكن هموتان بيكوا هر وكو أوان هميان بيكوا قتالتان لقل دكن وبزانا بيقمان الله تعالى لقل كسانيشي متقية. وكل تفسير قاسمي دل إن عدة الشهور أي عددها عدة بمعنى عددها جماري مانجا كان. ابن عاشور دل إن عدة الشهور بإنك دستي بكده افتتاح الكلام بحرف التوكيد بإن لبو التأكيد للاهتمام بمضمونه كواتك لسرت هذا بإن دست بكده لبو جرنجيدان بناوروش أو باسيك باسدك لتتوجه أسماع الناس وألبابه إلى وعيه كواتا لبو گرنجیدان بمضموني أو بابتيا وتاوكو خلچي كجوان لدبي جمليك بإن ندس بيدكاتن باه جوي اللي رابقرن وهروها تاوكو بدل جوي اللي رابقرنو تيبقن. إن عدة الشهور عند الله وتلقاسمي أي في حكمي لحكمي الله تعالى لا تفسير السعادة أي في قضائه وقدره لقضاء قدره خواهي قوله جماري مانگا كان 12 شهرا 12 مانگا وكل قاسم دل وهي القمرية 12 مانجي قمري نك شمسي قمري التي عليها يدور فلك الأحكام الشرعية كبراستي أحكام الشرعية كان هموي لسر حسابات قمرية نوك حسابات الشمسي أو 12 مانجي كوا معلومة 12 شهرا في كتاب الله لاي الله تعالى لكتابكي خويدا صالب 12 مانگ دانايا في كتاب الله وكل قاسمي دل أي في اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ خواهي قولي أو هاي نسيته أو فيما أثبته وأوجبه من حكمه يعني بمعنى أوي وكو خواهي قولي أو هاي زيجير كردي أو هاي دانايا لحكم خوي كوا 12 مانگ في كتاب الله وكل تفسير سعد الله أي في حكمه القدري خواهي قولي لحكم قدريكي أو هاي دانا كصال بريتي ل12 مانگ صال بريتي ل12 مانگ كوات اللوح المحفوظ لحكم قدريكي خوي أو هاي دانا يوم خلق السماوات والأرض وكل تفسير قاسم المعنى أن هذا أمر ثابت في نفس الأمر أو اشتيتشي جيجيرة لا خدي خوي منذ خلق الله تعالى الأجرام والحركات والأزمنة كواتا هلو كات إخوة يقول آسمان كانوا زوي خلق كردية زمني بريار دايا إتر إخوة يقول وايدانا كوا
12 مانگ لصالك دابيتا إتر لدواي أو دفرمي منها 4 حرم. لا تفسير سعد ضل يوم خلق السماوات والأرض ضل وأجرى ليلها ونهارها لو كاتي خواي قولي آسمان كانوا زوي خلق كرديو شو روجي دانايو وهلو تقديري كاتكاني كرديو فقسمها على هذه الشهور 12 إتر لو روجك خواي قولي آسمان كانوا زوي خلق كرديو شو روجي دانايو تقديري وقت كاني كرديو إتر بو الشيوين مانغ كاني صالي دابش كرديو سد 12 مانغ منها أي من تلك الشهور 12 لو 12 مانغ 4 حرم تاري شهر حرامة كوكل قاسمي دله أو تار مانغي كوا أشهر الحرمة سيل دواي يقدي ذو القعدة ذو الحجة محرم ويكت شام بالتنية واتبو ترتيبة النية كوا مانجي رزبة ذو القعدة ذو الحجة محرم كل دواي يقدين وهروها مانجت شام بديا كوا مانجي رزبة. وكل تفسير سعدي دله وسميت حرما لزيادة حرمتها وتحريم القتال فيها. لو أوتان ما قبيان قلت أشهر الحرم لبرو حرمتيان زياترة قوريان زياتر الله تعالى وهروها لو تار ما قدا قتال تيدا حرامة وكدين باسي دكين. لتفسير رازي دلي فإن قيل أجزاء الزمان متشابهة في الحقيقة فما السبب في هذا التمييز؟ طلع كسي يقول يا أخو هر 12 مانغ وكويا كان لحق قدا لبرتي أو تسار مانغ زياكريتو زياتر حرمة بيدرا لو الله أن هذا المعنى غير مستبعد في الشرائع. طلع أوشتا نشتيش دورني للشريعة دا فإن أمثلته كثيرة زور نموني ديكايكا وأخواي جورا لناو هنديك شد هل بجيريتنو تفضيل دكا بسر باقي وانك وكو ضليت مشاهدكي بيت الحرام خواي جور سبحانه وتعالى مكي بيروزي تفضيل كردية بسر باقي منطقة كان كي سروي زوي واروها روجي جمعة تمييزي كردية وزياكرتو لسر باقي روجا كان ككوا وكل حديث بيان بداتي صلى الله عليه وسلم روج جمعة لنوهم حفتيك ججني مسلمانانا وهروها روجي عرفي لنيو همو روجا كاني صال زياكرتو بهندك عبادة تايبت بتايبت البواني كوالا حزنو آني لغير حزيشن كوا لبوان مشروع بروجيبن وهروها لناو هر 12 مانجي رمزاني شي زياكردتو حرمتيش تايبت بيبخشي كوا مانجي بروجيبونا وهروها هندك كاتي لهندك كات زياكردتو مثلا لا شو روجك دا بينس كاتي دياري كرايو زياكتو ككاتي انزامداني عبادتو نويجة فرزكانا هندك شوي زياكردتو لبون منا شوي ليلة القدر زياكرتو لباقي شوكاني ديكا. وميز بعض الأشخاص عن سائر الناس وهندك شخص خواهي قرر سبحانه وتعالى هندك إنسان زياكرتو أنه خلشي بقشتي بوي كوات تايبتيان كرديتيني ببيغمبر عليهم الصلاة والسلام كوا قورترين مرتبة بشريك بقاتك أخواي قورة كسانك هل بجيري. وإذا كانت هذه الأمثلة ظاهرة مشهورة لويا كاتي كوا أو نمونان الزورن للشريعة دا فأي استبعاد في تخصيص بعض الأشهر بمزيد الحرمة واتا أويش هل لسرها ماشد عين لناو 12 مان كان خواي قورة أو تسار ماقي هل بجاردة مزيد حرمتي في بخشية كوا أشهر الحرم مشهورا. إثر ذلك الدين القيم ذلك وكل قاسم أي تحريم الأشهر الأربعة المذكورة وتداناني أو تسار مانجا بأشهر الحرم أو الدين القيمة أي المستقيمة أو دينه كوا دين شراست درسته كخواي قرب الريال سدا لمحرر ضلي أي هذا الذي أخبرتكم به أو كوا خواي قرب فرمي خبر بيدان من كون الشهور 12 شهرا منها 4 حرم كاتك وخواي قرب خبر بيدان كوا لحكم الله تعالى حكم قدري كي خواي قرب وايدانا كوا صال 12 مانجي لو 12 مانجي صار مانجي حرمة ضلي أويان هو الدين المستقيم والحساب الصحيح أو دين الراست درستكيو أو حسابات راستكي كوا خرق بياني وحساباتي وقت خواني بيبكن. أبو سعود ضلي قوله ذلك الدين القيم الإشارة ذلك الذي يتضمن معنى البعد يعني ذلك لبو إشارة دان لبو دوري بكاردي
لبرتسي خواهي قورا أو ذلك بكارنا فيه التفخيم المشار إليه وهو الدين، والتفخيم أو إشارة له ذكر أو الدين، ذلك الدين أو الدين زور برزلا خواهي قولوا إشارة بعيد إشارة الأكرا. ابن عاشور ضلع ضبط التوقيت لذا خواهي قولوا باس لوقت ذكا صال بريتا لدوازده ماغ أو دوازده ماغش سار مانجي أشهر الحرمة باس لتوقيت ذكا ليضبط كردني توقيت من أصول إقامة نظام الأمة أو يقلا لو أصولانه كبراستي خواهي سبحانه وتعالى نظام أو أمتي لسردام مزراندية ودفع الفوضى عن أحوالها كاتك والتنظيم وقت ذكره لبويكوا فوضى لحال أو أمتنا منه يرشد إلى ذلك قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إلى آخر الآية كاتب براستي تمشادك أو شريعتي إمها موي ضبط وقتي تيدا هرو كلير دا باز لدوازده مانگ دكا وباز لو دوازده زكاة ساري أشهر الحرمة حساب لبو وقت ذكره تمشادك نويجا كان حساب لبو وقت ذكره رمضان حساب لبو وقت ذكر الزكاة حسابي وقت تيدا حج وقت شداري كراو هموش تكاني أو دينا ضبط توقيتي تيدا لبو يخوي أو أمتك بي حساب واحترام لبو وقت دابنه نوك بداخل وكزورك دا مسلمان براستوك وحسابي لوناكا وقته أو حسابي لوناكا مواعيدي تي تنظيمي وقت كانتي ببيت سوانوك وأصل ومسلمان لهمو كسيق مضبوط تربي لضبط وقت كاني خوي لا محرر ضلي من أحكام كتاب الله التشريعية لا يكق لأحكام كاني كتاب الله تعالى لبو شريعتك أن كل ما يتعلق بحساب الشهور والسنين همو أشتاني كوا لشريعتك إيما حسابي مانغو صالي بكرا إتر وكو بروجيبون وكو حاز عدي آفرتي طلاق دراير وهروا رضاع بخيو كرني من دال فالمعتبر فيه الأشهر القمرية همو أو حساباتان لشريعت هاتية بشهر بمانجي قمرية. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة الحرم بأنها لو بيان صلى الله عليه وسلم أوتسار مانجشي تحديد كلمة مكة رجب وذي القعدة وذي الحجة محرمة. وهذه الشهور القمرية هي أقدم أشهر التوقيت في البشر وأضبطها أو حسابات مانج بحسابات قمري قديم ترين مشهور ترين توقيت لتاريخ بشريته زور مضبوط تريشلا تاريخي شمسي ويمكن العلم بها بالرؤية البصرية للأميين والمتعلمين في البدو والحضر على سواء لو تمشاذكي كخوي سبحانه وتعالى حسابات الشرعي لسر حسابات مانجي قمري دانا بروي كسيق نخين دوارج بي وكسي خين دوارج هر هموي بحسابات مانجا ولا آسمانة سري بلند كاو دزاني أو رسندي مانجا خوي قول أمة متعلق بي بآسمان أمته شي سماوية دينكي شريعكي سماوية إتر دلي لبو كسي شي أمي كالبادية ولا دشتي دجي وكو كسي شي متعلم هر هميان لسري متفقين كتمشاء أسمان بكي بحسابات مانج دزاني أو رسندي مانجا. ولما استعمر الكفار كثيرا من البلاد الإسلامية كاتك كافر كان هاتن ولاتا إسلامي كان ينداجير كر حولوا التاريخ إلى تاريخهم تاريخ ينقوري لحسابات قمري كرديان بحسابات شمسي استعبادا واستذلالا للشعوب كوش شوازك لشواز كانت سوسان نوو بز زليل كردني أو أمتانا خابنا من ده لا إمام السيوطي لإكليل دلي أو آتش فيه أن الله تعالى وضع هذه الأشهر قالت الله تعالى أو ما قاني دانا وسماها ورتبها على ما هي علي خوي قوردينا وخوي قورش ترتيب من كان لنوان يكتري دانا وأنزل ذلك على أنبيائه وأرهوا وكو شريعتش لسر لبو بيغمبرين روان كده لآدمو حتى وكو خاتم عليه الصلاة والسلام فيستدل به لمن قال إن اللغات توقيفية ويقلب الكانك واللغات كانش توقيفية وكو زورق علماء دلن وعلم آدم الأسماء كلها بهم زمان كان كواتا أصلي زمان توقيفية لا يخواي قولوا فيري بشرية كراية لضمني أوش أو ما قانوا ناي أو ما قانوا ترتيباتي أو ما قانش لا يخواي قولوا سبحانه وتعالى.
بەڵێن زال دوای ئەوە دەفرن فەلا تەظلیموا فیهن ئەنفوسەکم لەو چار مانگەی کەوا خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە باسی کرد کەوا چار مانگی حوڕمە فلا تظلموا فيهن أنفسكم وكل قاسم أي بهتك حرمتها بالقتال فيها وكوا حرمتكي مشينا بويكوا بسن قتال تيداب كان وابن إسحاق قال أي لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها حراما كما فعل أهل الشرك كواتا لو تسار مانجا حرمتكي بارزين حرام بحلال مزان وحلال بحرام مزان وكو أهل الشرك ويان ذكر والله أعلم إثر ديار أوقات تفسير كان ده زيادة الباس لي وكرا لبرتوابوني كاد دوستين ببشتوان رب العالمين لواني دهاتو دين وخزمتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.